أما آية الله العظمى السيد روح الله الخميني فقد جاء في معرض الإجابة عن استفتاء يخص التطبير قال: ما هو نظر الإمام الخميني في مسألة التطبير؟ الجواب: في الوقت الحاضر لا تطبروا، وهو مسألة لا صلاح فيها. وقال أيضا في كتاب كشف الأسرار: نحن لا نقول ولا يقول أحد من المؤمنين إن كل عمل يقام بهذا العنوان أي شعائر الحسينية هو عمل مقبول، بل إن العلماء الكبار اعتبروا الكثير من هذه الأعمال غير جائزة وكانوا يمنعون منها. أما آية الله السيد كاظم الحائري فجاء في كتاب الفتاوى المنتخبة الجزء الأول أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالتطبير فقال: ضرب القامة في الوقت الحاضر حرام، لأن العدو العالمي يستفيد من هذه في اتهام الإسلام، وعلى الخصوص التشيع بالخرافة والوحشية. أما آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: على المؤمنين الإخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة عليهم السلام، ويتركوا جميع الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام، إذا عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال ذلك. أما آية الله سيد فضل الله فقد تعددت المناسبات التي أفتى بها بتحريم التطبير. نحن أصدرنا عدة فتاوى بتحريم هذه العادات والأساليب، وقلنا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، وأن هذه العادات تضر عاشوراء لأنها تمثلها في دائرة التخلف لا في دائرة التقدم وما إلى ذلك. وقد وجه آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا أوضح فيه سبب التحريم، وأن ما أوصانا الإمام رضوان الله تعالى عليه بإقامة مراسم العزاء التقليدية هو المشاركة في المجالس الحسينية ونعي الإمام الحسين عليه السلام والبكاء عليه واللطم على الصدور في مواكب العزاء، وهي من الأمور الجيدة التي تعزز المشاعر الجياشة إزاء أهل البيت. غير أن هناك أمورا خلاف ذلك وتبعد البعض عن الدين، حيث شوهدت وللأسف خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية أعمال تروجها بعض الأيدي على ما يبدو. إنهم يروجون في مجتمعنا بعض الأعمال التي تثير علامات استفهام في أذهان المشاهدين. لقد جرت العادة في قديم الأيام وبين عوام الناس أن يعلقوا أقفالا بأجسامهم في مراسم العزاء، فانبرى لها كبار العلماء واندثرت هذه العادة، غير أنها ظهرت مجددا في الآونة الأخيرة. وسمعت أن البعض يعلقون الأقفال بأجسامهم في مواكب العزاء. إنه عمل خاطئ يقوم به هذا البعض، وكذلك الأمر بالنسبة لشج الرؤوس بالسيوف، أي ما يصطلح عليه بالتطبير، الذي يعتبر عملا مخالفا هو الآخر. إنه عمل خاطئ أن يشج البعض رؤوسهم بالسيوف، وما هو الحاصل من إراقة دمائهم بهذه الصورة؟ وكيف يمكن اعتبار هذا العمل من مراسم العزاء؟ أجل من مراسم العزاء اللطم على الرؤوس والصدور، ولكن ليس من العزاء أن يشج الإنسان رأسه بالسيف ويريق دمه حتى لو كانت المصيبة قد حلت بأعز أعزائه. إنها بدعة وليست من الدين، ولا شك في أن الله لا يرضى على ذلك.